لو عمرك ما حبيت كبدة الفراخ، الفيديو ده هيغير رأيك 100%. بص يا سيدي، أنا بدأت بحركة صغيرة لكن فرقت جدا في الطعم. نزلت شوية توم في الزيت، والتوم هنا مش عادي، ده بيدي طعم مختلف كده ومذاق خاص يخليك مش قادر تبطل. بعدها رشيت كزبرة، قلبتهم قلبتين ونزلت عليهم بصل متقطع صغير. قلبت شوية كده لحد ما البصل بدأ يدبل. بعدها حطيت فلفل متقطع ورشة فلفل اسود، شوية ملح، وكل ده قلبته مع بعض. وبعدين جه وقت البطل بتاعنا، الكبدة. بس خد بالك، أنا ما قلبتهاش، سبتها كده وغطيتها على نار هادية 10 دقايق لربع ساعة. فتحت الغطا لقيتها نص سوا. قلبتها بالراحة قوي علشان ما تتهريش، وسبتها كمان 10 دقايق لحد ما استوت على مزاج. والنتيجة أحلى ساندويتش كبدة فراخ ممكن تدوقه في حياتك. أنا جربت وصفات كتير جدا قبل كده، بس الوصفة دي الوحيدة اللي كسبت رأي الأغلبية، والكل اتفق إنها مظبوطة على الآخر.